اسمعوا لقصة هذه الفتاة، قصة فتاة أيضا تروي حديث توبتها. تقول في ليلة كباقي الليالي، بل تقول لا، ربما كانت تختلف عن باقي الليالي. تقول كانت الساعة 4 بعد منتصف الليل، الخوف يسيطر علي، بدأت أقرأ ما أحفظ من سور، في الليل لم أنم، جاءت الساعة 4 وجاءني خوف شديد ملأ قلبي. تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها. تقول بدأت أقرأ ما أحفظ، أقرأ ما أحفظ. تقول زال شيء من الخوف، ولكن لا زال الخوف يطاردني. تقول أغمضت عيني وجعلت أتذكر. تعرفون ماذا تتذكر؟ تقول أتذكر شريط ذكرياتي، شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني. أتذكر طفولتي، أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا، أتذكر الذنوب الكثيرة، صلاتي التي ضيعتها في حياتي. تذكرت صاحبتي صديقتي التي أحبها، كيف التقيت بها أول مرة، كيف عشت معها، كيف لازمت صديقتي التي أحبها، لازمتها وصاحبتها سنوات طويلة في عمري. صاحبتي التي أحبها، أتعرفون ماذا حصل لها؟ صديقتي التي كنت ألعب وألهو وأخرج وآتي معها، لم تفكر صديقتي يوم من الأيام في الموت. تقول خرجت كعادتها في يوم من الأيام، لكنها رجعت في صندوق. أتعرفون ما الذي حصل؟ ماتت صاحبتها في حادث سيارة. تقول أنا خائفة الآن في منتصف الليل، بعد منتصف الليل. تقول خائفة، فكرت ماذا لو جاءني الآن ملك الموت ليقبض روحي، ماذا أقول له؟ ماذا لو كنت أنا ولست صاحبتي التي ماتت؟ هل أنا مستعد الآن؟ أتراني سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ سأدخل جنة الله أم أدخل إلى النار؟ تقول ماذا سأفعل؟ ماذا فعلت في هذه الدنيا؟ عقوقي لأمي، غيبتي، نميمتي، كذبي، تبرجي، ملابسي الفاضحة، الأفلام، الأغاني التي أسمع، كيف سألقى الله عز وجل؟ سكت. فحدثتني نفسي فقالت لي لكنك أفضل من غيرك بكثير، غيرك أسوأ منك. ثم قلت في نفسي لكن أين تلك الفتيات الطاهرات؟ أين اللواتي أسمع عنهن يجلسن في المساجد يقرأن القرآن ويحضرن مجالس الذكر ويذكرن الله عز وجل ويصمن النهار ويقمن الليل؟ لم لم أكن منهن يوم من الأيام؟ لم لم أفكر أن أكون مثلهن؟ الواحدة منهن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى شيء من شعرها. لم لا أكون منهن؟ قلت في نفسي لا زالت الآن على فراشها. قلت في نفسي ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني؟ بيني وبين الله عهد؟ هل عندي فك من الله أن ملك الموت لن يأتي إلي الآن؟ ماذا أفعل إذا الآن ذهبت مع صاحبتي إلى القبر؟ خفت. تقول ثم قمت من فراشي، قمت من مكاني وأنا خائفة مرتعبة، في عيني تجمدت دمعتان. قمت فتوضأت، إلى الآن ما أذن الفجر. قمت أصلي ركعتين. تقول وأثناء الصلاة وجدت عيناي تفيضان بالدموع. الله أكبر، المرة الأولى التي أبكي فيها في الصلاة تبكي عيناي. لما أبكي لا أدري، لما فاضت عيناي لا أدري. هل ربما هي على ذنوب الكثيرة والمعاصي التي ارتكبتها التي كنت أظنها هينة؟ وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تقول في سجودي أطلت السجود وأنا لا أشعر، سجود طويل لم أشعر به. أتذكر ذنوبي ورحمة الله عز وجل. أقول في نفسي أين أنا كل هذه السنين؟ تقول وبعد أن صليت وسلمت جلست أتذكر ماذا صنعت في هذه الحياة. يا نفس ويلك ويلك لو أن الله عز وجل قبض روحك وأنت على هذه الحال. فكري متى تتوبين؟ متى تلتزمين؟ تقول وأنا جالسة في آخر الليل سمعت أذان الفجر، أول مرة أسمعه كثيرا، لكن لهذه المرة يختلف السماع. هذه المرة كأنني أسمع الأذان لأول مرة. قمت وصليت الفجر وجلست أقرأ القرآن الذي هجرته منذ زمن بعيد. تقول جلست أقرأ حتى طلعت الشمس. تقول ثم ذهبت إلى فراشي. تقول وكان أسعد يوم في حياتي، أسعد يوم. الخوف ذهب،
بدأ الاطمئنان، بدأت أشعر بالسعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقول هذه التائبة، تقول منذ تلك الليلة بدأت في طريق التوبة، بدأت في طريق الهداية. تقول أفضل ساعة لي لما ذهبت وكبرت في الصلاة وسجدت بين يدي الله. تقول أفضل لحظات حياتي تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد، لما قمت لله عز وجل أصلي فطار عني الخوف وبدأت السعادة. الله أكبر، الله أكبر، وانتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر، وارتمى قلبي بباب الرحمة. حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي، ونفضت عن قلبي جبالا من ذنوب الغفلة، وتركت أوصالي يجول بها ارتعاد الخشية. وبدأت أبكي مثل طفل خائف في الظلمة، فوجدت في المحراب أنسي بعد طول الوحشة، وغدوت قلبا نابضا يهتز مثل الشعلة. فإذا أنا والله لا أحد يعجل صحبتي، وإذا العوالم قد رنت نحوي بعين الغيرة. إن الصلاة بها ثبات القلب عند المحنة، وهي العفاف إذا دعيت إلى سعير الشهوة. يا رب فاجعل في الصلاة حياتها للأمة. نعم، فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا. نعم، ماتت صاحبتها، لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز. إخوان، أخواتي، كم من رجل، كم من شابة يعلم أن صاحبا له قد مات، إن لم يكن صاحبه فهو يسمع فلان أصغر منه سنا مات، فلان طالب في الجامعة بحادث سيارة مات، فلان في الثانوية، آخر في المتوسطة. كم من صغار سن يموتون. نعم، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. إلى متى تسوف؟ لا حج السنة القادمة، الحج إن شاء الله بعد ما أكبر. الحج إلى متى تسوف؟ الزكاة إن شاء الله السنة القادمة، إن شاء الله لما أجمع أكثر وأكثر. إلى متى تسوف؟ الصلاة تسمع المؤذن، تنظر للناس يذهبون المساجد، ترين صاحباتك هذه تحجبت، هذه التزمت. إلى متى؟ ماذا تنتظرون؟ هل ننتظر يوم من الأيام يقول الواحد فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني، تعلق الأمر فقط على الله، وأنت لما لا تبذل السبب؟ لا تأتي يوم القيامة فتقول هذا الكلام. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها
واستكبرت وكنت من الكافرين. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، هذه قصص أرجو أن نعتبر بها، أرجو أن ننتبه، أن نتذكر، فإن الحياة تنتهي غفلة فجأة. الحياة مثل الإضاءة، شفت الإضاءة في الغرفة؟ نطفئ الإضاءة تظلم الغرفة، هكذا تنتهي الحياة فجأة، وتأتي سكرة الموت فيطيش الناس وتسكر الأفهام والعقول ويحتار الحليم، وربما الفاجر يذكر بالشهادة فلا يذكرها، وربما الفاسق يريد أن يذكر ربه فلا يستطيع، وربما تغرغر الروح فلا تنفع توبة صاحبه. فلنستعد ولنعتبر بهذه القصص عل الله عز وجل أن ينفعنا بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا